أهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يعلم. أهلا ومرحبا بكم. أثارت فتاة تونسية تشتهر بلقب الحاجة سندس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت الشابة التونسية أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج رجلين في آن واحد، وأعلنت موعد الزفاف عبر صفحتها على التيك توك. وقالت الشابة التونسية في مقطع صغير أن القانون التونسي يمنع الرجل من التعدد، لكنه يسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء، وهو ما شجعها على الإقدام على تلك الخطوة. قد تتعرس بزوز رجال، لذلك بما أن القانون التونسي يكفل لي أن يتزوج بزوز أزواج ويمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح لتعدد الأزواج بالنسبة للنساء، لذلك قررنا أنا وزوز أشخاص آخرين باش نعرسوا، باش ناخذها من زوز كوا وهما موافقين بيان سور، وقررنا باش نعقدوا القران نهار 31 ديسمبر ستادير ابري 2 سيمين. نستدعى أصحابي وحبايبي والعباد اللي تحبني والعباد اللي تفرح لي بيان سور، وبهذا سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت. كم أنا سعيدة.